ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. النهاردة الخبر اللي معانا وهو سبب وفاة الامير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود. تعالوا بينا نشوف التفاصيل، بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وتكملوا الفيديو للنهاية فضلا منكم وليس امرا عشان تعرفوا التفاصيل. وفاة الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود. قام الديوان الملكي بالإعلان مساء اليوم الجمعة عن وفاة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود. طبعا من خلال الفيديو ده هنعرف مين هو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود وإيه هي سبب وفاته. سبب وفاة الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود. تم الإعلان عن وفاة الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وذلك في عصر يوم الجمعة الذي يوافق 28 من شهر يوليو من عام 2023، حيث أنه لم يشير الديوان الملكي إلى سبب وفاته بشكل رسمي، ولكن أشارت بعض الصحف ووسائل الإعلام إلى تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ألمت به. واللي ما يعرفش من هو الأمير تركي بن محمد بن سعود، يعتبر الأمير تركي بن محمد بن سعود بأنه من إحدى أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية. ولد في مدينة الرياض وتم تعيينه مستشار لخادم الحرمين الشريفين برتبة وزير. وقام الديوان الملكي بالإعلان عن وفاته، وأشار من خلال بيان له أنه سوف يتم أداء صلاة الجنازة عن الراحل يوم غد السبت الذي يوافق 29 من شهر يوليو من عام 2023 في جامع الإمام تركي بن عبد الله الكائن في مدينة الرياض بعد صلاة العصر. يعتبر الأمير تركي آل سعود من الشخصيات المشهورة على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث أنه من أحد أفراد الأسرة المالكة. وقام الديوان الملكي بإصدار بيان عقب وفاته اليوم الجمعة، وجاء البيان كما يلي: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد السبت الموافق 11/1/1445 بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل نفس ذائقة الموت. طبعا الله يرحمه رحمة واسعة ويصبر أهله يا رب، ويصبر كل محبيه وأقاربه وأهله وأصدقائه. ده كان الفيديو اللي معانا النهاردة. دمتم بأمان الله وحفظه. أشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، ويلا مع السلامة.